السلام عليكم. قبل ما نبدا الفيديو لابد ان نوضح واحد القضيه، وهي نترحموا على ضحايا الزلزال في المغرب ديالنا. الله يرحم اللي ماتوا والله يشافي الناس المصابين، وكذلك كنعزيو الشعب اللي بالشقيق، كنقول لهم الله يرحم الاموات اللي ماتوا في ذاك الاعصار المدمر، والله يشافي المصابين. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد القضيه، على واحد الفيديو، على واحد القضيه ولات في مصر بالنسبة للأجانب المقيمين في مصر، سواء مغاربة أو أي أجنبي كان مزوج مصرية أو مصري مزوج مغربية. وهو أنه إلا بغيتي تمشي تعمل إقامة في مصر حاليا، قبل ما تمشي تعمل الإقامة لابد تمشي للبنك. لابد أول حاجة تشري الدولار، تشري الدولار من البنك. المهم تتصرف تجيب الدولار، شوف منين غتجيبهم، وتمشي للبنك تصرفهم وتجيب الوصل، عاد تمشي للجوازات توريهم الوصل باش يعملوا لك الإقامة. فلهذا الإقامة دابا ولات بالدولار ماشي بالجنيه المصري. يعني تشري الدولار، تمشي للبنك تصرف داك الدولار، يعطيوك واحد الوصل، عاد تمشي سميتو، تمشي للجوازات وعاد تعمل الإقامة. هذا هو الجديد اللي كاين حاليا في مصر.